اهلا بكم من جديد وحلقه جديده من بودكاست دوله الرياضه. النهارده الحلقه زي ما وعدناكم وعهدناكم. البودكاست دوله الرياضه بيقدم دايما كل ما هو متفرد ومتميز ونادر، لان احنا طبعا مش بنتكلم في الاعلام وبنتكلم بنملى وقت وبنملى فراغ ولا اخره. احنا بنحاول نبعت رساله للمشاهد، رساله مفيده حتى لاصحابنا وزملائنا الاعلاميين. لما استضيف النهارده قيمه وقامه في الاعلام المصري والعربي واقول الدولي، هو الدكتور مصطفى الأدور. الدكتور مصطفى الأدور القصة ما وقفتش عن ان هو مذيع في مسبيرو زي اي حد فينا بيبقى يعني طاير من الفرح ان هو مذيع في القناة وخلاص وتعين. لا، الدكتور مصطفى الأدور هو لواء شرطة، هو أبلى بلاء حسنا في التلفزيون المصري، قدم برامج عديدة وكان دايما قاسم مشترك في كل مشاكل الإعلام، وكان دايما يجد لها حلول. هو إنسان بسيط. ضفنا لما نجح في حل المشاكل الكثيرة اللي كانت بتواجه الإعلام، لأنه هو عنده ولاء وانتماء غير عادي، أولا لتراب هذا الوطن، ثانيا لمسبيره العظيم. فكان بيتدخل في مشاكل كثيرة ويحل مشاكل الإعلاميين. عشان كده دايما كان ليه مكانة في كل القلوب من محبيه ومن مريدي الإعلام المصري والعربي والدولي. الدكتور مصطفى الأدور طبعا رئيس لمجلس إدارة الأكاديمية العربية لفنون الإعلام. وطبعا برحب بضيفي العزيز، ومش عارف بصراحة يا جماعة الحلقة دي أنا ربنا يستر وتعدي على خير، لأن أنا قاعد قدام أرشيف في الإعلام الرياضي تحديدا والإعلام العربي بشكل عام والمصري طبعا. يعني برحب بضيفي وضيف بودكاست دولة الرياضة الدكتور اللواء مصطفى الأدور. بقول لك حمد لله على السلامة بعد 12 سنة. كان لينا لقاء على الهوا من 12 سنة. ما كبرناش قوي كده. الحمد لله على السلامة. حبيبي الله يخليك يا كابتن جمال، سعيد ان انا بقابلك الحقيقة، وسعيد لما عرفت اسم اللقاء. يعني كلمة دولة الرياضة انت اصبت الهدف، لانه احنا فعلا دولة الرياضة تاريخيا وثقافيا وتراثيا. احنا دولة مصر، دولة الرياضة العربية والإفريقية والشرق أوسطية والإقليمية. فأنا بأهنيك على اسم هذا اللقاء. أنا عايز أقول لك مفاجأة بقى. شوف حضرتك اتكلمت بشكل تلقائي، ويعني عندما نلتقي بقامة زي حضرتك كده ما ينفعش في ضيوف أحيانا بنقول لها صبغة البرنامج، نقول لها هنقول كذا مش هنقول كذا. لكن مع اللواء الدكتور مصطفى الأدور، واحد من الرعيل الذهبي في الإعلام الرياضي والمصري والعربي، مستحيل أقول لك يعني كومبليمو ولا حاجة، لكن كنا انك تقول البرنامج، اسم البرنامج دولة الرياضة. طبعا الرئيس السيسي ربنا يعني يحفظه لمصر والأمة العربية قال ان الرياضة أمن قومي. مش كلام. من هنا اتولدت فكرة عندي أنا شخصيا اسم دولة الرياضة. وكنت ربنا وفقني جدا جدا. المفاجأة بقى ان حضرتك كل ضيف سبحان الله من نفسه يقول انا معجب باسم دولة الرياضة. ده حاجة جميلة جدا، يدل على ان الضيف اصلا عنده انتماء، الضيف بيحب مصر، والا ما كانش علق يا دكتور مصطفى. انا بس كنت عايز اقول انه فيما يتعلق بالجيل الذهبي، لا، في طبعا اجيال هم اكثر مني كان نجاحا وتألقا. الجيل الذهبي للمذيعين بالذات في قطاع، لكنك عصرتهم الحقيقه، وتعلمت منهم. طيب تبقى من الجيل الذهبي برضه. طبعا وبعدين جمعنا مكتب واحد. يعني في وقت من الاوقات حوالي 4 سنين كان العميد مدحت شلبي والعقيد ابراهيم يوسف الله يرحمه، طبعا نجم نادي الزمالك والمقدم والغزال والرائد مصطفى الأدور. كنت رائد لسه، كنت نقيب كمان. وكان مديرنا كابتن مدحت شلبي. ما شاء الله. ومين بقى المساعد بتاعنا؟ مين؟ ست اللي هو حرب الدشوري. يا خبر ابيض. كان مساعد اول الوزير ومدير شؤون الضباط ورئيس اتحاد الكوره. طبعا. وعلى فكره يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى انه لما جمع النجوم دي كلها ترقى اللواء حرب
من مدير اداره عامه للشؤون الضباط الى مساعد اول الوزير. نعم. لان احنا طبعا كان كل يوم اعلام وحركه مع 3 اعلاميين او 4. كان معانا بقى الكابتن فوزي السكوتي طبعا. وكابتن عادل عبد الواحد. لا ده نجوم ده كبيرة. كان المكتب الداخليه بقى، ما كانش لا مكتب كان اتحاد شرطه رياضي. ما انا فاهم يعني هو كان كلكم كنتوا مذيعين. لا كنا كلنا ضباط. لكن جماعتنا الاعلام، فالوزاره حطتنا في مكان كان محتاج الى مزيد من. انت ناقص تقول لي كان كابتن عادل ابو واحد كان موجود. طبعا. وبقول لحضرتك النجوم يعني فوزي سكودي، عادل عبد الواحد، ابراهيم يوسف، هاني عباده. خبر ابيض. كل الناس دي حتى كمان مدرب يعني غزل المحله اللي اعتذر عن كابتن علاء معانا. لكن معانا. ايوه كان نقيب. ايوه يعني كلهم ضباط. الوزاره ارتأت انها تجمع الناس دي عشان احياء الرياضه الشرطيه. وفي نفس الوقت تلميع اتحاد الشرطه الرياضي. انا فاكر رحت هناك كتير، وكان يعني تساعدني في ان انا افتكر كان رئيس اتحاد الشرطه اياميها حسن بيه عمران. لا اللي هو حسن عمران. لا اللي بعديه كان مين؟ اللي هو محمد صبحي. محمد صبيح. محمد صبيح. ايوه انت فاكر محمد صبيح؟ ايوه كنت بروح هناك. ليه بقى كنت يعني. بروح دايما هناك؟ كنت اروح عشان اعمل حلقه مثلا مع الكابتن عادل عبد الواحد ربنا يمده بالصحه. لازم اروح له هناك مكتبه واقعد اشرب فنجان قهوه وادردش معاه شويه، وعشان اروح مش بالك. فكنت بسعد جدا جدا ان بخش بلاقي اتحاد الشرطه الرياضي اللي هو يتبع وزاره الداخليه. عايز اقول لك منظومه مسستمه وحاجه جميله قوي قوي. الصاله بقى المغطاه اللي في اتحاد الشرطه الرياضي كان بتجمعنا. اول ما جه سياده اللواء صبيح، اول ما اتنقلت من كليه، انا ضابط كليه اساسا. نعم. ضابط كليه شرطه. اتنقلت من الكليه الى اتحاد الشرطه الرياضي. فاللواء محمد صبيح قال لي لا انت ما فيش حاجه اسمها تروح، انت تروح تتغدى وتيجي بنلعب كرة بالليل في الصاله المغطاه. قلت له ماشي. رحت بقى لقيت مين بقى؟ كابتن طاهر ابو زيد. طبعا ده كان ومجدي عبد الغني. حتى حصل موقف من مجدي عبد الغني انه يعني انت عارف انه اتحاد الشرطه الرياضي مكان امن يعني. طبعا جدا. فالمهم مجدي عبد الغني جايب العربيه الفور باي فور بتاعته. وراح جاي. فالعسكري قال له، واضح انه عسكري ما عندوش خلفيه رياضيه. فقال له رايح فين؟ قال له افتح يا ابني البوابه. فقال له لا ما عنديش تعليمات انا افتح بقى. قال له بقول لك افتح البوابه. وراح داخل مجدي عبد الغني بالعربيه في البوابه. ساعتها بقى حصل بقى تحقيق للضباط كلها ان ازاي انتوا تخلوا حد يعمل. انا بقول لك يا كابتن مجدي انت طول عمرك يعني عصبي بلدوزر. بلدوزر. وفعلا بلدوزر كان داخل بالعربيه بلدوزر. على فكره يمكن المره الوحيده اللي استخدم فيها لقب البلدوزر هي كانت المره دي تقريبا كده. لان يعني هو عمل البلدوزر فعلا. بس ده بلدوزر ده من زمان يعني. يعني معروف كابتن. ايه رايك في جون مجدي عبد الغني اللي هو زال الوطن العربي بيه؟ ويعني نقول له طب محمد صلاح لعب في كاس العالم واحرز هدفين مش هدف. يقول لك لا انا اول واحد. عملتها ازاي يا كابتن؟ يقول لك عملتها كده. ما هو من حقه برضه ان هو يتباهى بهذا الموضوع. لانه كان جيل ذهبي الحقيقه هذا الجيل. لا هو القصه ان في المباراه دي في سنه 90 انت من 34 ل 90 جاب كبير جدا جدا كبير. زمن. يعني في جيل اتولد ويمكن مات ما شافش. لكن لما رحنا كاس العالم 90 يا سياده اللواء، القصه ما كانتش فريق لا قصه كانت ان انت هو انت لسه فيك نفس ورجعت تاني واتولدت من جديد. لان من 34. بس القصه بقى الاجمل انه كانت احدى الفرقاطات البحريه كانت بتمر من عند باليرمو. فجت توجيه من ساعتها سيد وزير الدفاع بان تتجه الفرقاطه دي الى باليرمو. وطبعا انت شفت الطلبه اللي هم كانوا لابسين وينزلوا يشجعوا. واذا بالطلبه دول كانوا احسن صوره لمصر في مباراه. عايزين بس نقول معنى الفرقاطه لان في ناس زي دعوه حالاتي كده برضو مشاهدين زي دعوه مش فاهمين يعني ايه فرقاطه. فرقاطه قطعه بحريه ضمن اسطول سفينه كبيره يعني. ضمن اسطول بقى. لا بس هي فرقاطه حربيه. وطبعا حضرتك عارف انه الاسطول البحري احيانا بيجوب المنطقه البحر المتوسط بيجوب الامور. استطلاعات وتدريب وكده. فدول طلبه كانوا بيتدربوا جم انضموا وطبعا دخلوا
الاستاد، مالوا الاستاد لدرجه ان الاتحاد الدولي في انذاك علق على هذا الموضوع وقال ان الجمهور المصري هم تصوروا ان دول جايين مخصوص، ما كانش يعرفوا ان هي الصدفه هي ايوه اللي ايوه. حكمت هذا. وطبعا لفتة طيبة من الدولة ان تعليمات الفرقاطة او القطع البحرية تتجه الى اللي بتحمل مئات الجنود المصريين البحريين انهم تتجهوا، وفعلا شفناهم في مدرجات. كانت لوحة جميلة جدا جدا يعني. يعني طلبوا زيد لغايه تقولوا له باليرمو باليرمو باليرمو. طبعا. أيوة. طبعا. دكتور مصطفى، بتقول لنا كده الاول البداية كانت التلفزيون ولا الشرطة؟ لا الشرطة طبعا. الشرطة. انا دخلت، انا يعني تمنيت من المولى سبحانه وتعالى ان انا ابقى ضابط شرطة. ودخلت. الحلم ده كان عندك وانت عندك كام سنة؟ لا من وانا عندي 10 سنين نفسي ابقى ضابط. يا سلام. طبعا. طب كنت بتعمل ايه في البيت عشان يعني يبان انك انت حازم بقى ومش منضبط والكلام ده؟ كنت في منتخب مصر للناشئين الكرة الطايرة. وكنت بطل سباحة ما شاء الله. ثم بعد ما دخلت الشرطة اصبحت بطلين فروسية والرماية، انا رامي ماهر بالمسدس. يعني انت لغايه دلوقتي حضرتك لو جبت لي دلوقتي طبنجة وقلت لي نشن، يعني بعد الحلقة بقى بعد الحلقة حبيبي بقول لك لا انا بقول لك يعني في البيت وانت صغير وعندك حلم انك تبقى ضابط شرطة، كنت يعني هقول لحضرتك انا فهمت سؤالك طبعا، سؤالك جميل. انا كنت حريص جدا على ان اي حد يناديني بشكل معين، اصحابي شكلهم ايوه، لان الضابط يعني في فتره الثمانينات دي كان لسه الضابط يعني له الضابط ينزل الشارع ده كانت قصه كبيره جدا. لا. والغريب ان انا لما قدمت للكليه كان كل كشف فيه 32 متقدم، 2 بس اللي كانوا فايزين مكتوب قدامهم لائق. ايوه. انا واحد تاني. والباقي كله يا ربنا يديهم بقى صحه، ثقب في القلب، تقارب في الفخذين. انت كان عندك بطولات؟ لا ما انا كنت رياضي وده نفعني في القصه دي. المهم بعد ده ما عملت الاختبارات بتاعت الكليه، واهم حاجه بقى القفز في حمام السباحه والحاجات دي. قفز الثقه دي. وفاجئ ان انا ما اتخدتش في الكليه. مش ممكن. وكانت صدمه، وانا طبعا الكليه كانت المدفعين اللي هي في العباسيه. وافاجئ ان انا ما اتخدتش من ضمن الطلب. ليه؟ وكان في نفس دفعتي كابتن احمد شوبير. واتاخد يعني اتاخد من ضمن اللي تاخده يعني انت دفعه الكابتن احمد شوبير. استاذنا في الاعلام الرياضي طبعا. المهم احمد شوبير دخل، هحاول احكي لك القصه بعد كده. المهم بعد ما دخلنا بعد ما يعني فوجئت ان انا ما دخلتش، فكلمت والدي رحمه الله عليه، كان وكيل اول، كان نائب لسيد صفوت الشريف. هو اللي انشا ماسبيرو. هو اللي انشا المبنى الدائري ده واشرف عليه اداريا. كان لسه الشريفين وما كانش فيه مبنى بسبيرو. الاذاعه كانت في الشريفين. المهم والدي راح رافع سماعه التليفون، راح مكلم مين؟ اولا قلت له تخيل ان انا لائق من ضمن العدد ده كله وما اتخدتش. فخلاني على التليفون ورفع سماعه التليفون، كلم مين؟ الراحله العظيمه النائبه والمطربه العظيمه فايده كامل. يا خبر ابيض. كانت ساعتها فايده كانت وطنيه قوي. فايده كامل ساعتها كانت حرم السيد وزير الداخليه. يا خبر. حرم وزير الداخليه الاسبق. فالمهم رحت رافع سماعه التليفون، مكلمه مدير الكليه. انا ساعتها سامع. يعني انا التليفون مع والدي وسامع. فقالت لي ازاي ابن محمود مصطفى ما يتاخدش؟ هنا بقى حضرتك تعتبرها كوسه، ما تعتبرهاش كوسه، بس انا لائق. يعني انت اسمك محمود مش مصطفى؟ لا مصطفى محمود الادور. طب انتوا ليه كترتوا في مصطفى وفي محمود؟ الجد بقى والجد. المهم يعني يعني حضرتك بس عشان مصطفى مصطفى محمود تاني الادور. طب انت وانا ينادوا عليه في الشارع يقولوا لي يا طارق، وطارق يقولوا له يا مصطفى. عادي يعني طبعا. ما بنقولوش لا انا الدكتور طارق طبعا. الشخص الجميل المحترم مهذب. لا وانا بعتبره انه مش اخويا الكبير بس، بعتبره كمان توأمك. انا اتعلمت منه كمان. ايوه حقيقي. لان هو كان صحفي بارز وانا لسه في الكليه. ايوه. وكان مع الاستاذ محمود معروف طبعا. طبعا استاذنا في الاعلام الرياضي ايضا يعني. دكتور مصطفى،
يعني حضرتك الفايده كامل خلاص دخلت الشرطه. دخلت. انا بس عايز اقول لك انه انا دخلت الكليه تمام، فوجئنا ان بعد 12 يوم او 15 يوم ان الكابتن احمد شوبير قفز من فوق السور ومشي من الكليه، ما قدرش يكمل 45 يوم. معقوله؟ دي حقيقه. يعني ما قدمش استقالته؟ لا ما خلاص، مفيش استقال. استقال. اصل هي يعني الفتره دي كانت تحويلك من رجل مدني الى راجل عسكري. ويشاء طبعا كابتن شوبير صديقي واخويا حبيبي، يعني يشاء القدر انه الظروف تمتد واعمل برنامج قصه مباراه، ويصبح هذا البرنامج هو حلم اي لاعب في هذا الجيل. في الجيل ده كان اللاعب اللي هو بيتقال له انت ضيف قصه مباراه يروح تاني يوم كوفير ويراجع نفسه وينام كويس. ويشاء القدر ان انا اعمل الحلقه ليله اعتزال كابتن شوبير تكريما لي، يعني ان انا عملت قصه مباراه ليله، وكان طبعا مهرجان كبير حضرتك. ايوه طبعا. ترجع للتاريخ كده تشوفه. طبعا يعني طبعا. دكتور مصطفى، واحنا في المرحله بتاعت دخولك ماسبيرو بشكل رسمي، دخولك ماسبيرو، انت في الكليه ضابط شرطه. ازاي ممكن تجمع ما بين يعني ضابط شرطه ومذيع؟ كان ساعتها احد ابرز وزراء الداخليه السيد زكي بدر. نعم. وزكي بدر كان بيعشق الضباط. نعم. وكان برغم يعني انه الخلفيه اللي الناس فاكراها انه هو كان شديد شرس وبتاع لكن كان الضباط كلها اولاده. فانا الحقيقه ساعتها كان السيد صفوت شريف طبعا الرائد الاعلام العربي. طبعا. كان وزيرا للاعلام، وكان في صعوبه بالغه ان انت تخش لصفوت الشريف. يعني عشان تقابل صفوت الشريف عمليه صعبه جدا. طبعا وزير الاعلام يعني. ف يعني ربنا اكرمني ان انا قابلته عن طريق حمايه، لانه وزير، كان وزيرا. نعم. وزير العدل الاسبق ووالد المدام. نعم. ويعني قدرت ان انا اقابل السيد صفوت الشريف. يعني هو انت طبعا عايز اقول عندك لقي عالي قوي، انك انت محظوظ. اولا نشأت في اسره صحافه والاعلام والقانون والعدل، يعني القصه برضو يعني كانت سهله بالنسبه لك. طب ايه اللي يستفيدوا الشباب من القصتين اللي حكيتهم دول في الشرطه؟ واولا الرساله، كل شيء باذن ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. يعني التوفيق بيبقى انك انت بتخلص النيه لله وبتاخذ بالاسباب. اعتبر ان انا قلته لك ده كله اخذ بالاسباب. طب ايه الدرس اللي بياخده الشاب؟ انه اذا جات لك فرصه معينه ان انت تستغلها بشكل قانوني استغلها. ايه المانع؟ في ناس تقول لك هو اصله لولا حماه ولولا والده ولولا اخوه ولولا طب هو يعني يبقى عنده كل الرموز دي في العيله ويروح مثلا يكلم حد من بره؟ طيب دخلنا ماشي، قلنا عدينا الحته دي. دخلنا لقينا اللجنه، ما احنا مذيعين. تم اجازتهم كمذيعين من خلال اللجنه. نعم. مش دلوقتي اي واحد يطلع كده على الشاشه بيبقى مذيع. يعني قبل ما تروح اللجنه يا دكتور مصطفى، مين حببك في الاذاعه انك تبقى مذيع؟ انت الاول كان حلمك وانت صغير؟ عشان ما تشتتنيش. ده سؤال، انت هتشتتني. سؤال مهم. اقول لك انت عشان استاذ في الاعلام اسمعني. أيوة. انت جاي تشتتني النهارده. لا والله انت جاي تشتتني. انت مركز يا كابتن. يعني سؤالك ده دليل ان انت مركز. اقول لحضرتك اللي حببني بس انا اسف، حلمك الاول كان ايه؟ انك تبقى ضابط شرطه. وانت عندك الاحلام ايه؟ بتتولد كل شويه؟ مفيش مانع. وحتى هذه اللحظه ما انت عايش ليه؟ عايش عشان تشتغل وعشان تحقق انجازات. حلم المذيع بقى. طالما القلب بينبض انت لازم تشتغل. ربنا يديك الصحه وطول العمر. لقينا لجنه فيها مين بقى؟ محمود سلطان الله يرحمه. ما شاء الله. بدون ذكر اسماء يعني. زينب سويدان. اوعى تقول لي استاذ احمد سمير. احمد سمير. ما شاء الله. الله يرحمه. سناء منصور. وريني بقى. يعني انت بتقول اهو دلوقتي هيقولوا حماه ومش عارف. طب ماشي ورينا بقى قدام. لا ده انت ولا ذكرت اسامي. لو انت متمكن مذيع متمكن وتملك ناصية اللغة وعندك الكاريزما والقعدة وكل حاجة فيك كويسة، لما تيجي تقعد قدام القامات دي هتسقط. محمود سلطان الله يرحمه، استاذ محمود سلطان راح باصص لي من تحت النضاره كده. احمد سمير
الله يرحمه بص على لبسك. سناء منصور بصت على ايه؟ اه وده اللي كان اعلى الدرجات. اوعى تقول لي نجحت. اللي نجحت، ما نجحت الحمد لله من اول مره. من اول مره. آه. ايه اللي نجح؟ اللي الاعلى كانت الدرجه الصوت. الصوت. حتى كان الاستاذ محمود سلطان كان دايما يقول ايه؟ اديني صوت وهنسم او يعني ولد لا اعمل لك مذيع. ادخله المفرمه، اعرفه ازاي يقعد، بص للكاميرا. في ناس لغايه دلوقتي يا كابتن جمال عفوا يعني ما بيعرفش يبص للكاميرا. ايوه بدون ذكر اسمائهم. أيوة. انا بشوفهم على الهوا. اولا ما بيعرفش يشوف تقطيع الكاميرا. أيوة. ثانيا ما بيعرفش يبص في الكاميرا اللي هو عين المذيع. يعني انا مثلا انا باصص لك كده صح؟ هل انا كده باصص لك؟ لا انت ليه؟ لان انا مش باصص في حدقه الكاميرا. ايوه زي ما كان بيدربونا على قاعد طبيعي كاني مفيش كاميرا. بالظبط. لا انا قصدي اقول ايه، انت في نشره الاخبار يا جماعه انا قلت لكم في دوله الرياضه النهارده لما يكون لواء الاعلام الرياضي والمصري والعربي موجود، احنا ده درس. شوف قال لك ايه؟ حدقه الكاميرا. طبعا. بيحدد. طبعا. اتفضل. تبص لقيت قارئ النشر ده مش بيبص للمذيع. طبعا في اوتو كيو. الاوتو كيو ده عايز تدريب لوحده. عشان تقدر تتدرب على الاوتو كيو ده عمليه صعبه جدا. والحقيقه يا كابتن جمال انا بدرس ماده الاعلام في عدد من الكليات والمعاهد. ان شاء الله. ببقى زعلان ان انا بلاقي ان الطالب في سنه رابعه ومفيش اولا ما عندوش فكره الكاميرا ولا الشريط ده ايه، طب طريقه التسجيل، طب اعمل لي مقدمه ولا انا شفت ده في كليه الاعلام. كليه الاعلام. يعني كنت يعني بيتم استدعائي طبعا مش مدرس. طبعا. على ان انا قلت تجربتي في الاعلام لطلبه مثلا ثانيه ثالثه رابعه، التجربه البسيطه بتاعتي يعني. فكنت بشوف تصطدم مش ممكن. طب ايه؟ وبعدين ايه بقى؟ ساعات بتبقى معاهد عاليه وكليات خاصه. طب انت باباكي ليه كلفتي باباكي آلاف؟ واحيانا بتبقى بالعمله الصعبه. هو اصل عدد منهم جاي بالتنسيق. التنسيق جابوا كليه الاعلام. لا الاعلام دي انا رايي يعني شخص زي بالظبط الكليات العسكريه لازم تدخل الكليه اللي انت بتبغاها واللي انت بتحبها. دي نقطه. النقطه الثانيه تكون مؤهل. بالظبط كده. يعني عفوا مثلا احيانا بتلاقي البعض يعني في بعض اللدغه الحلوه وبعض الحاجات كده اللطيفه. لا لازم تكون مؤهل عشان تخش كليه تقدر تكمل فيها وتستمر فيها. انا عايز اقول انه كل واحد بيدخل كليه الاعلام متصور انه هيطلع يبقى مذيع. لا خريجين الاعلام عندك 18 مهنه تقدر ان انت تخش فيها، ودي عدد كبير جدا من اولياء الامور. اولياء الامور ما عندهمش فكره بيه. انت تبقى مدير علاقات عامه في شركه، تبقى متحدث رسمي في مؤسسه، تبقى سبيكر في مؤتمر. كل هذا الكلام مش شرط ان انت تبقى مذيع وتطلع مذيع او البنت تبقى مذيع. لا بالعكس IT HR في اي شركه مثلا حاجات كتيره جدا وتبدع. ممكن تبدع في كل ده. تبقى محرر صحفي مثلا. تبقى حضرتك دلوقتي كله يدخل في الصحافه الالكترونيه والرقمنه. فدلوقتي الاعلامي اللي بيتخرج من الكليه وما عندوش قواعد الرقمنه وقواعد التحول الرقمي لا ينسى خالص. تمام. الحاج عارف طبعا دلوقتي. فاللي انا عايز اقوله انه اي مكان اعداد الخريجين لا في فرص ليهم زي ما قلت حضرتك متنوعه، مش بس فقط ان هو يفتكر ان هو يبقى مذيع، وحتى لو بقى مذيع وماله لكن مش شرط. في حاجات اخرى كتيره جدا تقدر تسد بيها. لان هو لو اصر ان هو يبقى مذيع وما عندوش تالنت او تالنتد في الحته دي هو لا هيطول ده ولا هيطول ده وهيقف في المسافه في النص. بس حضرتك قلت حاجه اخطر من ده كله. قلت انك بتشوف دلوقتي على الهوا ناس ملهاش علاقه بالكاميرا وبنشوفها وبتفرض على المشاهد. انا بكلم خبير في الاعلام. في حاجه اسمها كان في اشتراطات المذيع حاجه اسمها فوتوجينيك كاميرا. وعلى فكره ملهاش علاقه بالوسامه خالص. والا يعني والا انا ما كانش بقى لا يا باشا والا ما كانش انا ببقى مذيع. تضحكنا يا كابتن. لا عايز اقول لك مثلا الفنان الراحل ابو ضحكه جنان اسماعيل ياسين طبعا كان نجم الفكاهه العربيه مثلا على عمل تحول كامل
للدراما وللفن العربي. فانا عايز اقول لك انه في فوتوجينيك كاميرا، وفي كمان قواعد ميثاق الشرف الاعلامي. نعم. يعني دلوقتي اللي بيطلع قدام الشاشه ده لازم يبقى دارس ميثاق الشرف الاعلامي، بالظبط. زي الالتزام والانضباط والحقائق وحاجات كتيره جدا نعم. جدا. نعم. لابد. فانا شايف انه دلوقتي حاليا الناس بتشايفه ان السوشيال ميديا هي وبال.